السلام عليكم. ظهر صورة للاعب المصري محمد صلاح وأسرته مع ممثل أجنبي، بس الصورة كانت غريبة شوية لأن كان فيها الممثل الأجنبي حاطط إيديه على مرات اللاعب محمد صلاح، والأغرب من كده إن اللاعب ما عملش أي رد فعل، والأغرب كمان من كده إن مراته ما عملتش أي رد فعل، والصورة طلعت عادي خالص بدون أي مشكلة، وكأن الموضوع عادي، مع إن المفروض نسأل ونقول فين النخوة هنا. لكن الغريب ان بدل ما الناس تفوق اللاعب ده من اللي هو وصل له ده، في بعض من الناس او شوية كده او واحد من الناس طالع وقلب الموضوع وطلع يدافع على محمد صلاح، وان اللي عمله ده شيء عادي خالص. ابراهيم عيسى طالع وبيدافع عن محمد صلاح واللي عمله، وده بالنسبة لنا شيء عادي لما يطلع من واحد زي ابراهيم عيسى. بس مين قال لابراهيم عيسى ان جزء من تدين الراجل المتدين ده انه ينحي اخلاقه على جنب؟ ابراهيم عيسى مشكلته الوحيدة مع المجتمع ده هي التدين والاحترام. بيتجنن وبيحصل له حاجة لما يلاقي الناس بدأت ترجع لربنا سبحانه وتعالى وبتتمسك بدين ربنا سبحانه وتعالى وبالقيم والأخلاق كمان. الناس اللي طالعة بتقول زي إبراهيم عيسى ما بيقول حرية شخصية وكفاية إنه سايب مراته لغاية دلوقتي لابسة الحجاب، أحب أقول لك واللي بيقول كده كمان إن ده دين، يعني الواحد مش حر يعمل اللي هو عايزه. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ببعض الأمور كده لازم نقول سمعنا وأطعنا. وسؤال مهم قوي للناس اللي بتقول دي حرية شخصية وانتوا اللي مكبرين الموضوع عادي وممكن يعدي من غير أي مشكلة، أحب أقول لك بس ترضى إن في حد يحط إيديه على كتف مراتك كده حتى ولو كانت منتقبة كمان؟ لو الموضوع بالنسبة لك عادي يبقى المشكلة فيك أنت مش في اللي بينكر عليك المنكر ده. لما تشوف واحد حاطط إيديه على كتف مراتك كده ولو في سن ابوها ولا جدها كمان والموضوع يعدي بالنسبة لك عادي، يبقى المشكلة فيك انت. الصور دي بيحاولوا يوصلوها للمجتمع على انها عادية وعلى انها حرية شخصية وتفتح فكري، لكن للأسف ده انحطاط اخلاقي واظن انه متعمد. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.